منذ فجر السبت الماضي ومنطقة الساحل تشتعل من جديد، حروب طاحنة ومعارك مستمرة في عدد من المناطق. جماعة نصرة الإسلام والمسلمين الإرهابية كتسيطر على مجموعة من المناطق في الداخل المالي، وكتشن هجومات في الداخل المالي. الشمال إقليم أزواد، الجبهة الوطنية لتحرير أزواد أو جبهة تحرير أزواد حاليا تشن هجوم عبر جيشها على مختلف المدن والقلاع والمعاقل ديال الجيش المالي والفيلق الروسي وفاغنر، وسط انسحابات بعد تفاهمات مع الجانب الروسي على انسحاب ما تبقى من القوات ديال الفيلق الافريقي وفاغنر والجيش المالي نحو الجنوب، مع تسليم المدن كيدال، غاو، تومبوكتو، انافيف، اغالهوك، تساليت، كلها مناطق اصبحت في يد السيطرة الأزوادية. ولا حديث حاليا عن حل سياسي جاي في الأفق. السؤال ديالنا هنايا، علاش المغرب لا يقود مبادرة حاليا تكون مبادرة تاريخية للمصالحة بين مالي وإقليم أزواد؟ واش الدبلوماسية المغربية والرباط قادرة على إعادة الاستقرار إلى منطقة الساحل؟ المغرب لم يكن يوما دولة بعيدة كل البعد عن همها الإفريقي، كان دائما حاضر وكان دائما فاعل سياسي وديني واقتصادي قوي على مستوى القارة الإفريقية، زائد أن له دور ريادي في مهمات حفظ السلام في مجموعة من المناطق، علاقات قوية مع دول منطقة الساحل، خصوصا بعد الرؤية الملكية للانفتاح على الأطلسي وربط الاقتصاد المغربي باقتصادات دول منطقة الساحل. المغرب له تجربات وساطة ناجحة، كما أن له مصداقية لدى عدد جد كبير من الدول على المستوى الإفريقي. هذه المصداقية اللي جات من احترام السيادة ديال الدول، اللي كيزكي هذه المصداقية العلاقات القوية مع مالي، وكذا الاستقبال للأمين العام لحركة تحرير أزواد بلال آغ الشريف وموسى آغ الطاهر. هذا الاستقبال اللي كان في 31 يناير 2014 أكد بلاغ للديوان الملكي أنه يأتي في إطار الجهود والمتواصلة والدؤوبة التي ما فتح الملك يبذلها من أجل إقرار الأمن والاستقرار بهذا البلد. ويضيف البلاغ حرص المملكة الدائم على الوحدة الترابية واستقرار جمهورية مالي. البلاغ الملكي أكد أن المملكة المغربية حريصة دائما على الوحدة الترابية ديال مالي وعلى الاستقرار هذا البلد، وضرورة التوصل إلى حل توافقي وحل يمعي هذا الصراع وهذه الأزمة. هذا الصراع إلى مشى تحيد كفيل أنه يجفف المنابع ديال الإرهاب والتطرف في المنطقة ديال الساحل. هذا الإرهاب اللي كيشكل دائما تهديد لدول منطقة الساحل والصحراء وتهديد دائم لدول الاتحاد المغاربي. نفس البلاغ أكد أن إيجاد حل توافقي سيحفز التنمية على مستوى هذه البلد، التنمية والاستقرار، وغادي يضمن الحقوق ديال جميع مكونات الشعب المالي، كما شجع الحركة الوطنية لتحرير أزواد آنذاك على الانخراط في الدينامية التي أطلقتها الأمم المتحدة. أشنو اللي ممكن يقدموا المغرب للأزمة الحالية اللي كاينة في منطقة الساحل، من الناحية الدبلوماسية، من الناحية العسكرية، من ناحية التواجد في العمق الإفريقي في علاقات قوية مع الدول الإفريقية. هذه القوة ديالو كتسمح ليه أنه يكون وسيط ويقود واحد وساطة ومصالحة سياسية قوية في المنطقة كتجمع جميع الفرقاء إلى طاولة الحوار، لأن ما يحتاجه لا الماليين ولا الأزواديين لا يحتاجون إلى من يدعم الدول بالسلاح، يحتاجون إلى وساطة تنهي هذا الصراع الذي طال الأمد ديالو، هذا الصراع الذي لا يدفع ثمنه إلا اقتصاد والشعب ديال مالي وديال أزواد، وبالتالي إيجاد حل
لهذه الأزمة غادي يكون أكبر داعم لهذا الملف إيجاد وساطة ناجحة ونجاح الجلوس إلى طاولة الحوار، يعني بكل بساطة انفتاح هذا البلد على باب جديد للأمن والاستقرار، وانفتاح وانبعاث هذا البلد من جديد ووضعه على السكة الصحيحة ديال التنمية والاشتغال لبناء دولة مستقرة ومزدهرة. وكذا كيعني بالضرورة نجاح مبادرة الأطلسي التي ستكون مبادرة تنهض باقتصادين أساسيين: اقتصاد ديال منطقة دول الساحل، وكذلك الاقتصاد المغربي. نقل التجربة الناجحة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في تأطير المجال الديني إلى دول منطقة الساحل، تكوين الشؤون الدينية اللي كيعني بكل بساطة تجفيف منابع الفكر المتطرف وضمان الاستقرار والمساهمة في ضمان الاستقرار في هذه المنطقة. السؤال اليوم ماشي علاش المغرب ما يقود واحد مصالحة سياسية تاريخية في منطقة الساحل، بل واش جميع الأطراف مازال ما اقتنعت باللي لغة السلاح والعسكر ولغة قتل فينا قتل فيك ليست حلا، وضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار لحل هذا الصراع اللي استمر لسنوات وسنوات. وأخيرا، واش ممكن نشوفوا الرباط والدبلوماسية المغربية، واش ممكن نشوفوها كتكون قادرة على صناعة سلام جديد في منطقة الساحل؟ كنشكركم، نتلاقاو في لقاء قادم إن شاء الله.